السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنبتدي روتين من الصبح. يعني هي دلوقتي كانت الساعة 6:30 الصبح، يعني انا بصحى الساعة 6:15 قبل ما اصلي واجي اعمل لهم السندوتشات، تبقى على الساعة 6:30. انا اعمل لهم السندوتشات بتاعتهم، اعمل لكل واحد سندوتش جبنة تركي وواحد لانش، واحضرهم كده للمدرسة ويتوكلوا على الله، نسمي الله كده ونبتدي. نحضر لهم حاجتهم، مبصحهمش يعني غير لما اكون خلصت خالص سندوتشات وحضر لهم لبسهم وحضر لهم حاجتهم، بعد كده صحيهم. بس نتوكل على الله كده واديهم المدرسة، واجي اصحي شوية كده، واجي اصحي ادم، لان ادم عندي بعد الظهر. مازن ومروان هما اللي بيروحوا الصبح، لكن ادم في اولى اعدادي بيروح بعد الظهر، بس على الساعة 10:30 كده. بس بحضر له سندوتشاته معاهم يعني واشيله. يعني دي علبة مروان ودي علبة مازن، وادم ما بيرضاش ياخد علبة معاه، ياخدهم كده في كيسة. هنا ده انا كنت رحت جبت مروان، لان مروان انا بروح اجيبه اول واحد. كنت رحت وجيت. يعني هنا بقى عندي المنظم ده، بحط فيه الدواء بتاعه، بحط فيه الادوية يعني، واشيله في دولاب المطبخ. هما قالوا الغلط ان حد يشيل الادوية في التلاجة. وهنا في حاطه في كل المطبخ اللي فوق ده، حاطه فيه كذا منظم، يعني حاطه فيه حاجات بهارات، وحاطه فيه حاجات يعني ايه. هنا كنت هعمل اليوم ده، هما كانوا عايزين برجر، بس قلت له اجلته، يعني قلت مش النهارده، يعني النهارده هنعمل اي حاجه. لحد دلوقتي والله ما كنتش عارفه انا هعمل اكل ايه اصلا. انا قلت اظبط المطبخ، وكان عندي بهارات عايزه اطحنها يعني وكده. انضف بس الرخامه، مع انها والله اتبهدلت تاني يعني من البهارات. بس كده انزل الخلاط بقى ونزل المطحنه، ونسمي الله كده ونبتدي. هنا اجيب كمامه، لان الشطه دي حاميه جدا. يوم ما كنت عامله الروتين بتاع الكرنبيت طحنت شويه، تعبت لي مناخيري وصدري، ما كنتش قادره. هنا برضو هعمل ملح بالكمون والشطه، وهعمل برطمان ملح بالكمون وشطه، وملح وفلفل اسمر. هنا لبست الكمامه بقى، وابتدي كده اعمل الشطه. احنا هنا بنجيب الشطه، يعني عامه البهارات بنجيبها حصى ونطحنوها في البيت. هنا هفضي كيس ملح وعلى الشطة والكمون، ده الأساسي، ده يعني ده الأساسي أكتر من الملح والفلفل الأسمر. وهنا شوية كمون. نحط عليهم وأقلبهم وأشيلهم كده خلاص. وهطحن برضو شوية، أحطهم في البرطمان بتاع الكمون، بس كمون بس يعني من غير حاجة. وهو كمون سادة. وهعمل برضو بس غسلت المطحنة ونشفتها عشان أعمل شوية فلفل أسمر. وبرضه هجيب شوية فلفل أسمر تاني أطحنهم برضو لوحديهم. ننضف الخلاط كويس عشان كان اتبهدل من البهارات. هنا بقى قلت اعمل حاجة سريعة، هعمل مكرونة مبكبكة. جبت الطماطم اللي هي ايه مستوية شوية، وفلفل احمر كنت واخدة منه حتة،
وهعمل جنبها فلفل بالثوم، هقليه كده واحمر حته ثوم واحطه فيه، بيبقى طعمه حلو بقى، بيبقى طعمه احلى كمان لو فيه عيش صعيدي. انا افضي الحوض الاول قبل ما ابتدي يعني اعمل الغدا وكده، لان المكرونه عايزه تتاكل على طول وهي سخنه، ما ينفعش تقعد تبرد تعجن، عايزه تتاكل وهي سخنه كده من الحله على الطبق على طول على الاكل، عشان كده مش مستعجله عليها. ده انا كمان لسه هغسل المواعين ولسه هروح اصلي المغرب واجي اعملها. نغسل الكوبايات بس من طفل الشاي، القهوة، كنت هنا خلصتهم وجيت اخلط الطماطم يعني مع فلفل الاحمر، اخلط مع فلفل احمر وفلفل حامي برضو، وهقطع برضو مع هقطع مع المكرونة برضو قرن فلفل حامي برضو. كنت هنا مسخنة الحلة وحط معلقتين كبار زيت مع بصلاية كده صغيرة، يعني يا دوبك تاخد لون بسيط كده، اروح نازلة عليها بحتة توم، وانزل عليها بالصلصة، مش هخليها تتسبك يعني، يا دوبك تغلي بس غلوتين كده، اروح نازلة عليها بالمكرونة. اخد حتة، كنت مطلعة توم للفلفل ومطلعة توم للمكرونة، اخد حتة كده صغيرة هقلبها تقلبتين كده وانزل بالصلصة. انا صلصة المكرونة ما بصفهاش، زي ما هي كده من الخلاط على الحلة على طول، طبيخ بس هو اللي بصفيه يعني. نص معلقة سكر، معلقة ملح بفلفل اسمر، نص معلقة كمون وظرف كنور، وهقلبها واغطيها واسيبها. هنا اعمل كيس ونص مكرونة، يعني على قد الاكل، بس ما ينفعش تقعد يعني كده زي المكرونة التانية، لا دي عايزة الاكل على طول يعني. انا حطيت عليها كوباية مية وسبتها تغلي، وحطيتها على العين الصغيرة كده وغطيت عليها، وطيت عليها قصدي، وأقطع معاها قرن فلفل حامي وهسيبها تستوي واعمل الفلفل. أكلة سريعة كده. هما كانوا عايزين همبرجر بصراحة، بس قلت لهم طب بس يعني مش النهاردة يعني، كان اليوم معايا مليان يعني، مش فاضية ان انا اعمل همبرجر، لان هما عايزين كانوا اعمل لهم عيش كايزر جنبه. وفعلا كنت جبت لهم البهارات بتاعة البرجر، وكنت مطلعة الدقيق، بس بصراحة اليوم كان مليان معايا، ما كانش هينفع يعني ان انا اعمله النهاردة، كنت عايزة حاجة اكلة سريعة كده النهاردة. وهنا حطيت اهو، حمرت التومة، حطيتها لون بسيط كده يعني، ونزلت عليها بالفلفل والملح والكمون والشطة، وهي المكرونة اهي طلعت، والف هنا وشفا. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، والف هنا وشفا. مع السلامة.